هاي شلون ورطه؟ ايش راح اسوي؟ يقول انا سكتت. الشيخ خلاه بالعلبه مالته وقال لي بابا انت حسين مو اسمك حسين؟ قال انا قلت له حسين. انت هذا السيت مال الذهب البقيه الطلبه تطلبنا اياه، انت اشتغلت عندنا بناء بالبيت وهذا سيت الذهب الفلوس مالتك، انا اسف تاخرت عليك، وهاي فوقاها 100 تومان بقيه الفرق مال السعر انت تطلبنا. يقول انا ما مشتغل عنده ولا اطلبه ولا كل شيء، بس راد يستر علي. اخذتني وسكتت اني. يقول فرحت بداخل نفسي. وراها رحت وصار الزواج. بعد 11 سنه يقول توفى والدك بعمره 40 سنه، توفى والدك. جيت انا اصرخ وابكي يم زوجتي، قالت لي ايش دعوه انت ايش من؟ قال لها شنو؟ حكيت لها السالفه. يقول هي ظلت تلطم اكثر مني. قال لها انا سوي موقف، انت شنو تلطمين؟ قالت له نفس اليوم اللي من اخذنا الذهب دز العامل مالته مشى ورانا ندلي البيت، اجانا جاب مظروف قال لهم هاي هديه من الحسين سلام الله عليه لكم، لان شاف العبايه مال امي مرقوعه برقعه مال قماش، احنا فقراء، هديه بس رجاء لا تقولوا لي خطيبك حسين انا اعطيتك اياها. يقول عافنا وطلع. فيقول ظلينا نلطم عليه كثيرا. هذا الرجل الحسيني اللي ستر على زواج اثنين هسه متزوجين ومخطوبين وراد يحفظ كرامتهم، لانه هو ماخذ الحسين صدق.